السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام متابعي قناتنا، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة بيعود لمران التدريبات الصباحية بشكل عام، وبيستعد لمباراة الاتحاد السكندري اللي هتقام بعد يومين بمشيئة الرحمن. النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب للدوري العام، والاتحاد السكندري بيحتل المركز الخامس في ترتيب الجدول، أي يعني اللي هو منتصف الترتيب أو فريق منتصف الترتيب. ولكن المباراة مش صعبة على النادي الاهلي، ولكن هتكون مباراة مهمة بشكل كبير جدا جدا لصالح النادي الاهلي. وبالمناسبة المباراة المقبلة للمنافس لنادي الزمالك صاحب المركز الثاني ونادي بيراميدز صاحب المركز الثالث، فالمباراة هتكون بينهم. نتمنى، انا شخصيا كواحد او مشجع اهلاوي، اتمنى فوز نادي بيراميدز على نادي الزمالك، لان فوز نادي بيراميدز على نادي الزمالك هيدي مصلحة قوية جدا جدا لصالح النادي الاهلي، او دفعة قوية وثقة بالنفس لعيبة النادي الاهلي. ولكن المشكلة ان نادي الزمالك كعبه عالي على نادي بيراميدز في الفترة الاخيرة. هنشوف كل الكلام ده. بالنسبة النهاردة، كل التوفيق للمنتخب المغربي امام منتخب البرتغال ورفاق كريستيانو رونالدو. شكرا لكم، سلام.